لو فاكر ان عبده تلوث وزيزو نتانة هم اغرب مطاعم في العالم تبقى غلطان. كمل الفيديو ده للاخر علشان تعرف ايه اغرب مطاعم في العالم. مطعم الكوارث ديزاستر. كلنا عارفين ان الزلازل مصدر خوف ورعب لينا، انما نروح مطعم وندفع فلوس مش قليلة خالص عشان نعيش اجواء الزلازل دي اللي غريبة شوية. وده بالظبط اللي بيحصل في مطعم الكوارث او مطعم ديزاستر، وده موجود في مدينة ديمار الاسبانية، اللي بيقدم خدمة غريبة جدا، وهو انه بيقدم الاكل مع الهزات الارضية القوية جدا واللي بتوصل ل 7.8 درجة على مقياس ريختر. وطبعا عشان كل الزباين اللي جوه عارفين انه هزار، فوانت معدي من جنب المطعم هتسمع مزيج كده من صوت الصريخ والضحك من الزباين. بس نصيحة مني، لو انت من الناس اللي معدتها بتقلب بسرعة يعني والشغل ده، نصيحة ما تروحش. تاني مطعم هو مطعم السكتة القلبية أو هارت أتاك جريل، وده يعتبر من أسوأ المطاعم الموجودة في العالم، لأنه اسمه هارت أتاك وهو هيجيب لك هارت أتاك بجد، لأنه بيقدم وجبات جاهزة بسعرات حرارية ودهون كبيرة جدا. مش ده بقى الحاجة الغريبة الوحيدة في الموضوع. الغريب في الموضوع إن تصميم المطعم أصلا كأنه مستشفى، والجرسون نفسه لابس زي الممرضين والممرضات، لدرجة إن في دكتور بجد موجود عشان يكشف على الزباين بعد وقبل الأكل، لأن كل الوجبات والمشروبات اللي بيقدمها المطعم بجد مش صحية خالص. فبدل ما تاخد وقت وانت منقول للمستشفى، هم جايبين لك الدكتور لحد عندك. ولو انت فاكرنا بنهزر، فالبرجر الواحد فيه حوالي 8000 سعر حراري، وحتى البطاطس المحمرة اللي بتنزل على جنب دي بيبقى فيها كمية كبيرة جدا من الدهون. فمن الآخر كده، لو ناوي تروح تتعشى هناك، اكتب وصيتك الأول. مطعم البومة. تم افتتاح كافيه بومة سنة 2020، وده في ممشى قرية الصيف في إمارة أبو ظبي، وبتكون تجربة الزوار هناك إنهم يتفاعلوا مع الطيور ويقعدوا معاهم، وده بيخليهم يجربوا يخشوا الكافيه ده بحماس عشان يتفرجوا على البومة من قريب. وبتبدأ التجربة بإن هم بيعقموا إيدين الزوار بمعقم مفهوش كحول، ويكون خاص بالطيور عشان ما يضرهمش. لا وإيه كمان، بيعرفوهم قواعد الزيارة وعدم إصدار أصوات عالية عشان ما نزعجش الطيور، أو استخدام فلاش الموبايل عشان بيضايق عينين الطيور. وبيمشي مدرب الطيور مع الزوار في جولة داخل المكان باللغة الإنجليزية والعربية والروسية، وفي الجولة دي بيبقى فيه شوية معلومات حلوة كده عن الفصائل المختلفة للبوم، وبيعرف بقى الزوار بأسماء وفصائل وطباع البوم. وفي آخر الجولة بيسمحوا للزوار إنهم يتصوروا معاهم. تخيل تبقى بتتعشى وفي سمك تحت رجليك. وده المطعم الرابع معانا، أميكس كافي وسويت فيشز. اتنشرت تقارير كتير عن مقهى فيتنامي اسمه أميكس كافي، عايش فيه مئات الأسماك الملونة في أرضية المطعم من كل الأشكال والألوان، وبيمشي الزوار وسطهم وشايفينهم على الأرض. بس الفكرة دي ضايقت ناس كتير قوي من نشطاء حقوق الحيوان، وما كملش يا دوبك شهرين بعد افتتاحه والمطعم اتقفل. ولكن الفكرة اتعادت في مدينة خانوم في تايلاند، في مقهى اسمه سويت فيشز. وفي الكافيه ده برضو أرضياته كلها أكنها حوض سمك، وموجود فيها أنواع كتير قوي من أسماك الكيوي. خامس مطعم بقى هو النينجا الياباني. هو مطعم في نيويورك مبني على 600 متر، وبيخلي الزباين تعيش أجواء غريبة ومخيفة وقت ما هم قاعدين بياكلوا، وده من حيث شكل الأطباق وطريقة الاستقبال وحتى ديكورات المكان اللي بتجذب الزباين جدا، وكأنهم بالظبط عايشين في نفس بيئة النينجا الحقيقية. موظفين الاستقبال في المطعم لابسين لبس النينجا الأسود ومعاهم سيوف وحبال. والمعروف عن النينجا إن هم جماعة اتكتب عنهم لأول مرة في القرن ال15 قبل الميلاد، كمنظمة قتالية موجودة في مناطق إيجا وكوجا في اليابان. وطبعا كل معلوماتنا عن النينجا هم سلاحف النينجا، مايكل أنجلو ودوناتيلو ورافاييلو وليوناردو. بس غالبا في نينجا تاني كمان انت تعرفه، وهو بتاع أين أشيائي اللي كان في الفيلم. قولولنا بقى ايه أكتر مطعم من اللي قلناهم دول استغربتوه، ولو تعرفوا مطاعم غريبة تانية اكتبوها لنا في الكومنتات. وما تنسوش بقى في الآخر تعملوا لايك وفولو وشير للفيديو ده.